يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن اسم الفسوق هو بئس الأسماء بعد الإيمان، أي بعد أن كان يسمى الشخص مؤمنا إذا به يسمى فاسقا، فهذا من بئس الأسماء ومن شرها. الشرف أن تسمى بالمؤمن، وأن تسمى بالمسلم، وأن تسمى بالتقي، وأن تسمى بالبر، وأن تسمى بالصالح، وأن تسمى بالمحسن، إلى غير ذلك من الأسماء الطيبة الحسنة التي تدل على الخير والصلاح. وأما أن تسمى فاسقا أو فاجرا أو منافقا أو كافرا أو مشركا أو ظالما، فإن هذا الاسم من الأسماء الرديئة السافلة. فأخبر سبحانه وتعالى أن اسم الفسوق هو من شر الأسماء. والفسوق المراد به الخروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته. فإذا خرجت من الطاعة إلى المعصية خرجت إلى كبائر الذنوب، والعياذ بالله دخلت في مسمى الفسق. فالفسق هو الخروج من طاعة الله عز وجل إلى معصيته، ولا يشترط في ذلك أن تخرج من جميع الطاعات وأن تقع في جميع المعاصي والسيئات، بل إذا وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب فإنك تدخل في مسمى الفسق والعياذ بالله.